فجأة كده لقيت كل الناس اللي حواليك خسوا وبقوا كده بسبب المونجارو، لكن انت عندك مشكلة ومش هتقدر تجيبه لانك واحد من ثلاثة: يا اما ما تقدرش على تكلفته، يا اما عندك موانع الاستخدام بتاعته، يا اما خايف منه وقلقان وسمعت كلام كتير. تعالى هنا في سلسلة طلع المونجارو اللي جواك اقول لك على الحلول الطبيعية اللي بتزود الجليب 1 انالوج. خلينا نقول الاول اشمعنى المونجارو. المونجارو علشان هو دلوقتي اشهر دواء بيستخدم الطريقة دي، لكن في ادوية كتير كلها اسمها جليب 1 انالوج. ايه هو الجليب 1؟ اساسا ده هرمون طبيعي بيطلع من جسمنا بالذات من الامعاء، وبيأثر على حاجتين: على المخ يخلي شهيتنا قليلة، وعلى الجهاز الهضمي يخلي حركته بطيئة وبالتالي عندنا شبع كتير. الأدوية دي جت وخلته يطلع مدة أطول ويقعد وقت طويل، لكن ده ما يمنعش إن الجليب 1 موجود جوانا أساسا. في سلسلة طلع المونجارو اللي جواك هعلمكم تبس طبيعي تخليك مش محتاج تاخد المونجارو لو انت واحد من الثلاثة. طلع المونجارو اللي جواك الجزء الثاني. الابحاث اتكلمت عن 3 مواد بعينها زود الجليب 1 افرازه الطبيعي. 3 ايه هم؟ سكر الاليولوز، وده سكر الحقيقه نادر صعب جدا ان احنا نعتمد عليه. تاني ماده اللي هي البيوتيريت، ودي موجوده بشكل طبيعي في الزبده ولكن 3% بس، وبالتالي عشان احصل عليها بقدر كافي انا محتاجه اكل زبده كتير، وبالتالي صعب قوي ان احنا نخس. لكن ده ما يمنعش ان احنا نعتمد على الزبده في مثلا فطار الصبح معلقه صغيره مع البيض. امال هناخد البيوتيريت منين؟ البيوتيريت كمان بتطلع من البكتيريا النافعه لما تشتغل كويس ونديها بروبايوتيك، وبالتالي الخمائر الطبيعيه سواء كانت طبيعيه من الاكل او من مكملات هتساعدني في ان يبقى عندي بيوتيريت. ايه هي بقى الماده الثالثه؟ البوليفينولز او المواد الاكسده الطبيعيه اللي بتبقى بتدي لون للاكل، ودي سهل جدا نحصل عليها من حاجه مثلا زي التوت او الدارك شوكليت. يبقى هنتعلم حاجات طبيعيه نقدر نزودها في النظام الغذائي بتاعنا في ورقه الرجيم زي ما بتسموها، تحفز الجليب 1 انالوجز. طلع المونجارو اللي جواك الجزء الثالث. معلومه مهمه جدا واتكلمت عنها كتير: البروتين. كل الابحاث بتتكلم على انه البروتين له تاثير ايجابي جدا على الجليب 1 اللي هو المونجارو والساكسندا والاوزمبيك. اذا احنا محتاجين نعمل الاتي: اول حاجه مفيش وجبه ناكلها من غير بروتين. اهم وجبه يكون فيها بروتين هي وجبه الفطار. البيض عظيم، لكن الابحاث اتكلمت عن نوع الواي والكازين بالذات كباودر بشكل قوي جدا انه بيزود الجليب 1. عشان كده جنب فطار البروتين اللي هو هيكون بيض او جبنه مفيش مانع ان احنا ناخد باودر واي بروتين مثلا مع شويه فاكهه. العصير ده او الميلك شيك ده او البروتين ده غير عادي في تاثيره على الجليب 1 انالوج. مهم قوي تركز ان انت ما فيش وجبه تاكلها ما يكونش فيها بروتين. على فكره ده سهل جدا في ثقافتنا ان احنا نتغدى او نفطر او نتعشى كارب بس ودهون. عشان كده نتعلم نزود على السلطه يا اما قطع فراخ زي سيزر سالاد او قطع جبنه او حتى فاصوليا او حمص. نتعلم ان احنا لو هنعمل بانكيك نعمله ببودره الشوفان. انا طبعا بتكلم على الاصحاء لان في اكل كتير انا ممكن اقوله هنا ما يناسبش المرضى، لكن يناسب جدا الناس اللي عايزه تخس وتزود الجليب 1 ومش عايزه تاخد ادويه سواء ساكسندا اوزمبيك مونجارو، الثلاثه اللي بيزودوا الجليب 1. انت في سلسله طلع المونجارو اللي جواك بعلمك تبس بسيطه ازاي تزود بيها الجليب 1. طلع المونجارو اللي جواك الجزء الرابع. الالياف جزء مهم جدا من خطه اي خسسان. اتعلم ما تاكلش وجبه غير لما تكون مراجع في مخك قد ايه هي محتويه على الالياف. الالياف موجوده في الخضروات واي حاجه لها قشره والحبوب الكامله والكلام ده كلكم انتوا عارفينه، لكن انا هقول لكم على امثله لمواد بعينها بتزود فعلا افراز الجليب 1 الطبيعي. خد عندك يا سيدي بذر الكتان، وده ما اسهل ان هو يندف في كل السلطه والزبادي والفول وحتى قرص البيض بتاع الصبح. الشيكوريا او السريس، وما ادراكم ما الشيكوريا وما السريس، مفيد جدا 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 للقصه دي ولكل القصص المتعلقه بالسمنه وبالذات الكبد الدهني. الثوم والبصل للي يقدر عليهم،
وكمان الخرشوف كنوع من انواع الخضروات غني جدا جدا بالياف بعينها بتزود الجليب 1. طلع المونجارو اللي جواك الجزء الخامس، الدهون المفيدة الغنية بأوميجا 3، ثبت علميا إنها بتزود إفراز الجليب 1 وبالتالي بتزود الشبع وتقلل الشهية الوجبة اللي بعدها. حاجة غايبة عننا كلنا عارفين الحاجات اللي فيها أوميجا 3، لكن معرفش ليه مش مدين السردين حقه. أولا رخيص، ثانيا الشكل المعلب منه اللي هو متاح لينا كلنا لو احنا يعني مش قادرين نعمل صينية سردين كل يوم، مش زيه زي التونة، يعني مفيش فيه زيبق، بسهولة شديدة جدا تقدر تفطر أو تتعشى علبة سردين وجنبها شوية خضروات وتطلع المونجارو اللي جواك. نيجي للتip التانية اللي هنقولها المرة دي عن المشروبات. مشروب القرفة والجنزبيل والكركم والشاي الأخضر كلها مشروبات صديقة للدايت، وطلع إنها بتزود إفراز الجليب 1، تقدر تعتمد عليها في نظامك الغذائي بدون إضافة سكر. طلع المونجارو اللي جواك الجزء السادس. يا ترى في مكملات ممكن ناخدها جنب النظام الغذائي تزود افراز الجليب 1 وتطلع المونجارو الطبيعي اللي جوه جسمنا؟ الحقيقه اول حاجه البربرين بيحسن حساسيه الجسم جدا للانسولين. تاني حاجه الكوارستين نفس القصه وكمان مضاد للالتهاب. زود على كده البروبايوتيك علشان نزود البيتوريت اللي اتكلمنا عليها في الاول ونزود البكتيريا النافعه. واخيرا ما تنساش الاوميجا 3. الخمس مكملات دول رائعين في تحفيز الجليب 1. ما تنساش كمان انه لازم يكون في لايف ستايل كامل علشان الجليب 1 الطبيعي يطلع ويبقى فعال. يعني الرياضه بانتظام مهمه جدا، ضبط النوم والبعد عن التوتر مهم جدا، واخيرا من انسب الانظمه الغذائيه لافراز الجليب 1 هو الصيام المتقطع، بس اتعلم تصومه صح. يعني ايه؟ يعني الويندو اوف ايتنج، الوقت بتاع الاكل بيبقى بالنهار، احسن وقت من 8 الصبح لغايه 4 العصر، وبعد كده يبدا الصيام، مش العكس، مش زي ما كلنا بنعمل نفضل صايمين طول النهار في الشغل ونبدا نعمل الويندو اوف ايتنج لما نرجع البيت. انا كده خلصت تيبس طبيعيه وسهله علشان محدش يبقى له حجه. يعني لو انت مش قادر ماديا على ثمن الادويه الغاليه، حاضر، لو انت عندك اوهام او خايف او موسوس او مرعوب من قصص غلط سمعتها عن الادويه دي، برضو ليك حل. ولو انت عندك مانع استخدام زي مثلا التاريخ المرضي لسرطانات الغده الدرقيه او البنكرياس او التهاب البنكرياس جالك قبل كده، فانت مالكش حظ انك تاخد الادويه دي، لكن ده مش معناه انك انت مش هتقدر تحل مشكلتك وتخس زي اللي خسوا.